لا أحد يحق له أن يفرض عليك السلام عليكم معتقد آبائه وأجداده وأخواله وخالاته إذا كان يريد لنفسه أن يكون حاجة. المهم ماشي كيما نتوما، بما أنه لا يحق لك أنت أيضا أن تفرض عليه معتقدك واعتقادك، بما أنه لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. وقل صدق الله العظيم. إلى راك مازال لك اتبع في الفيديو. الأمر أيضا يشمل ما يتعلق بالتاريخ وما ينسب للقدم، وبالتالي عليه أن يعود للمؤرخين لكي يؤكدوا ما يراه وما يعتقده، مستحضرا أيضا الأحداث والآثار التاريخية. كمن يدعي أمرا يخص الدين مثلا، ومنذ ظهور الإسلام كان عليه دائما أن يجلب معه تأييد الفقهاء، وغير ذلك سيكون خرافة أو هلوسة أو بدعة يتطلب إثبات صحتها. وكل هذا الفهم والمفهوم والعلم والمعلوم لم يكن تثبيتهم بسن القوانين أو إصدار المراسيم والدساتير، لأن تلك القوانين نفسها قد سنها البحري ماشي القانوني. سلام.